السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والرضا والسرور. توني واصل من دبي، بس عندي لكم سالفة صغيرة. يلا. أولا مبروك لوليد عبد الله الانضمام للعالمي، ومبروك للنصراويين انضمام لهم حارس مميز مثل وليد عبد الله. التوقيع بيتم الليلة إن شاء الله، والنصراويين يقدرون يسوون تصاميم على مسؤوليتي الخاصة، وهم زي غيرهم يسوون تصاميم ويروح على يوم اللاعب. في حاجة مهمة أنا ودي أتطرق لها، وصراحة أنا ملاحظها كثير خاصة في السنوات الأخيرة. طبعا بلا شك نادي النصر يضم كوكبة كبيرة من أسماء أعضاء الشرف الذين يفخر ويفاخر بهم على مرور جميع الأزمنة. لكن في صفقة وليد عبد الله لاحظت أن هناك من نسب هذه الصفقة لعضو شرف نصراوي أو لاسم شخصية نصراوية. أنا متأكد بأن هذه الشخصية لا تقبل أن ينسب لها شيء هي لم تفعله. صفقة وليد عبد الله لم يقم بها أي عضو. من تكفل بصفقة وليد عبد الله اللي راح تتم الليلة إن شاء الله في قصر الأمير فيصل بن تركي هو الأمير فيصل بن تركي نفسه. طبعا قد يستغرب البعض ليش عبد العزيز الآن يتكلم عن أن الأمير فيصل بن تركي هو اللي تكفل بالصفقة رغم أنه هو رئيس النادي. أبعلمكم الأسباب. لنا فترة ليست بالقصيرة نلاحظ بعض النصراويين يهاجمون الأمير فيصل بن تركي، هذا ما دفع شيء، هذا ما سوى شيء، ويقللون من العمل اللي قاعد يقوم فيه في نادي النصر. طبعا هذا لا يعني أن الأمير فيصل بن تركي قام بكل شيء لوحده، ولا يعني أن أعضاء الشرف ما سووا شيء، بالعكس الجميع قام بعمل مميز جدا ليعود النصر كما كان. ولكن أن يتم نسب أي صفقة أو أي عمل لأي شخص آخر خلاف الشخص الحقيقي، أعتقد هذا أمر يحز في النفس. على كل حال مبروك وليد عبد الله الانضمام لكتيبة العالمي، مبروك لجماهير النصر انضمام وليد عبد الله لكم. ولقطة ختام. إذا دخل نادي النصر وسمعت إشاعة لنادي النصر بيدخل في الصفقة الفلانية وما وقع نادي النصر فإشاعة باطلة. شكرا لك. شكرا لك.